اعرفكم بايه؟ سلطان بروناي يا جماعه. سلطان بروناي بنفسه داخل ورانا، حاجه بجد مش ممكن، الواحد فيه المليار انك انت تشوف السلطان بنفسه داخل لقصر السلطان هنا، تبقى انت الوحيد اللي واقف معاه وبتسلم عليه وهو بيسلم عليك. 1778 اوضه، اكتر من 257 حمام، كلهم معمولين من الذهب. جواه هنا في السلطان يمتلك أكثر من 7000 عربية فخمة، منهم كتير جدا منهم معمولة له مخصوص من مطلية بالذهب الخالص. أكبر قصر ملكي سكني في العالم كله يا جماعة، قصر الستانة نور الإيمان هنا في سلطنة بروناي، قصر السلطان البروناي حسن الله البلقي. هنا حاجة جامدة جدا جدا جدا، قصر من قصور الاساطير، حاجه غير طبيعيه، اكبر من قصر بيكنغهام بتاع ملك انجلترا والبيت الابيض بتاع رئيس امريكا مع بعض. تخيلوا لما القصر ده اكبر منهم هما الاثنين، اكتر من 2 مليون و200 الف قدم مربع، يعني اكتر من 200 الف متر مربع. القصر ده فيه اكتر من 1778 اوضه، اكتر من 257 حمام، كلهم معمولين من الذهب. جواه هنا في السلطان يمتلك أكتر من 7000 عربية فخمة، منهم كتير جدا منهم معمولة له مخصوص من مطلية بالذهب الخالص. يعني عنده أكتر من 600 رولز رويس، عنده أكتر من مش فاكر 500 لامبورجيني، حاجات مع 600 فراري، عنده حاجات غير طبيعيه، منهم حاجات كتيره جدا معموله مخصوص للسلطان، مطليه بالذهب ومعموله له مخصوص، واحد من واحد في العالم كله. القصر ده كبير بدرجه غير طبيعيه، ولكن الجميل فيه ان الناس هنا محترمين جدا. يعني الناس احنا كنا بنتكلم معاهم، الحراس هنا بيرحبوا بكل الناس عادي جدا، انت تركن عربيتك وتنزل تصور، مفيش حد هيقول لك انت رايح فين. بقول له عادي اصور، قال لي يا باشا صور زي ما انت عايز، طول ما انت مش هتنط السور مفيش اي مشاكل تماما، صور. هنا هنلاقي الحراس الملكيين واقفين وراهم، الحرس السلطاني، وهنلاقي مكتوب هنا على اليافطه بتاعته الله فوق، شايفين؟ وتحت تبارك الذي بيده الملك وعلم السلطان البروناي. هنلاقي هنا السور في كل ما يكون داير ما يدور، السور كله شفاف، مفيش بقى سور عندنا 50,000 متر وناس واقفين بمدافع رشاشة، وممنوع أصلا واقفين لك بقى، ممنوع إنك أنت تصور من آخر الشارع ومش عارف إيه، واوعى تدخل المبان ده، ولو دخلت هيذبحوك وهيضربوك وهيموتوك. هنا الموضوع سهل جدا، القصر كبير جدا، شايفين قبته الذهبيه المطليه بالذهب 24 قيراط يا جماعه. القصر 90% من الحاجات اللي جواه بيقول لك النجف، الكريستالات، الحمامات، قعده التواليت، كل حاجه معموله من الذهب الخالص، الاطباق، المعالق، السكاكين، الشبابيك حتى بيقول لك الحيطان في حاجات منهم مرصعه بالذهب والالماظ. ولي العهد تاني يا جماعه داخل القصر السلطاني هنا، ده شايفين عليه البيرق بتاع او العلم بتاع بروناي على العربيه من فوق، فتحوا له البيبان، الحراسات هنا، ودخل فيه سلام وامان 4 مرات، 3 مرتين نشوف السلطان النهارده ومرتين نشوف ولي العهد. السلطان عنده طيارات كتيرة جدا، غير 7000 عربية، عنده طيارات كلها من جوه معمولة بالذهب، عنده عرش من الذهب جوه واحدة من الطيارات، وعنده طيارات 747، القصر الطائر عنده 757 بوينج، عنده 567، عنده 787، عنده الايرباص 350 تقريبا او 320 حاجه كده، يعني حاجه من اكبر الايرباصات اللي موجوده في العالم، واسمها برضو القصر الطائر. عنده كميه حاجات طائرات، وعنده كميه ممتلكات شخصيه غير طبيعيه، ولكن الشعب بيحبه جدا جدا جدا. ليه؟ عشان خاطر موفر لهم كحاكم للبلاد، موفر لهم رعايه صحيه مجانيه في اي حته في العالم. يعني انت لو عندك هنا في مجانيه جوه البلد، طبعا بتدفع دولار فقط لا غير، يعني الناس كلها بتروح، تخيل انت بتدفع جنيه وبتدخل بتعمل عمليه ان شاء الله تكلفك 100 مليار دولار بكده، بيدفع. شايفين السلطان هنا صورته على الواحد دولار، بواحد دولار، حاجه رمزيه جدا، تروح للدكتور تتعالج في اي مستشفى في بروناي، وانت مواطن من بروناي تتعالج ببلاش، حتى لو كانت التكلفه بتاعت العلاج بتاعك 100 مليار دولار، بدولار واحد فقط لا غير. ليه؟ طب كمان، طب افرض انت عندك مرض مستعصي، مرض مفيش حل ليه في بروناي، الحكومه تبعتك باذن السلطان لاحسن مستشفى في العالم بتعالج المكان ده
مجانا 100%، انت وكل افراد اسرتك، عشان خاطر تتعالج على نفقه الدوله وعلى نفقه السلطان. عندهم هنا تعليم مجاني من اول الحضانه لغايه الجامعات، مش بس الجامعات بتاعت بروناي، لا، لو انت عايز تسافر تدرس في انجلترا، في استراليا، في بلاد كتيره جدا في العالم، الحكومه بتاعت بروناي بتدي لك. الجميل جدا كمان ان السلطان بروناي هو رئيس الوزراء، هو وزير الدفاع، هو وزير الاقتصاد، هو وزير التجاره، هو عدد من الوزراء مع بعض، عشان خاطر يبقى كل حاجه تحت ادارته، محدش يقدر ان هو يعمل اي حاجه او يبقى في فساد تحتيه. فهو بيدي امر مباشر لكل الناس ان هي تعمل لكل الشعب البروناي اللي هم عايزينه. 400,000 شخص بروناي تحت حكمه، ولكن هنا كلهم بيعيشوا في سلام وامان تحت حكم السلطان اللي هو عايش في القصر ده. هنعرف ازاي السلطان موجود، هنلاقي العلم بتاع السلطان الاصفر، هو بيحب جدا اللون الاصفر، علم السلطان الاصفر بيرفرف فوق القصر، فده معناه ان السلطان حاليا موجود جوه القصر هنا. الجميل ان لو واحد عايز يدخل جوه القصر ده هيدخل، بيتفتح في عيد الفطر لكل الناس، سالنا الراجل قلنا له هل انت ينفع ان انا ادخل؟ طب لو انا جيت، قال لي ايوه، في عيد الفطر تدخل جوه، وبيوزعوا هدايا على كل الناس اللي بتدخل، بيوزعوا زي اكياس فيها فلوس كهديه تذكاريه من السلطان. الناس كلها بتدخل، بتصطف بالالاف هنا، بتدخل تسلم على السلطان شخصيا. تخيلوا يا جماعه محبوب قد ايه ان هو بيستنى الاف الناس كل عيد فطر، الثلاث ايام بتوع العيد، يقعد يسلم على واحد من اللي بيدخلوا له هنا، ويستمع لطلباتهم ويعمل لهم اللي هم عايزينه. والاطفال الصغيرين بياخدوا هدايا تذكاريه، بياخدوا فلوس من السلطان، وكمان بياخدوا اكياس فيها حاجات معموله ذكرى، عشان خاطر يبقى كل سنه بيجمعوا حاجه غير السنه اللي قبليها. حاجه بجد جامده جدا 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 انك انت تدخل جوه قصر السلطان، تبقى مفتوح للناس كلها، ومحدش بيقول لك انت بتعمل ايه. يعني لو خدتوا بالكم هنا الراجل اللي ورانا ده قاعد بيصور بكاميرا وبروفيشنال، وهو الراجل الحرس بتاع الحرس السلطاني هنا، محدش بيقول له انت بتعمل ايه، محدش بيجي يقول لك يا ما تصورش يا استاذ يا كابتن يا مش عارف ايه. صور يا باشا زي ما انت عايز، طول ما انت بتحترم انك انت ما تنطش فوق السور ده. لو نطيت فوق السور ده هيبقى فيه حاجات تانية مختلفة، ان ده انت كده تعديت على ملكية حد تاني. هنلاقي آلاف الناس يوميا بييجوا يتصوروا كسياح وكشعب من بروناي، بييجوا يتصوروا عند قصر الملك، لكن كتير منهم دخلوا جواه وصلوا التراويح في رمضان لما بيفتحوا القصر، ودخلوا وسلموا على السلطان في العيد. حاجه بجد جامده جدا انك انت تلاقي السلطان داخل ما قداموش غير 2 موتوسيكل يا جماعه، حراسه مش حراسات بقى رهيبه وفشيخه وعربيات تشويش وبلاوي سودا. شفت السلطان وهو داخل عادي جدا جدا جدا، داخل قدامه 2 موتوسيكل وعربيتين حراسه، وده ست مفيش اي حاجه، وداخل هو اللي سايق بنفسه العربيه الفخمه بتاعته. هنلاقي جوه هنا القصر السلطاني، هنلاقي موجود في حديقة حيوان خاصة بالسلطان والعيلة الحاكمة، ولما الناس بتدخل تتفرج عليها عادي جدا. ده غير ان في 5 حمامات سباحة وفي مطار خاص، والقصر ده كله بيطل من الناحية التانية على الأنهار والغابات، من الناحية اللي قدام هنا بالنص بيطل على وسط المدينة. حاجة بجد قمة في الروعة انك انت تيجي وتشوف الواحد في المليار يا جماعة، انك انت تشوف سلطان بروناي وهو داخل للحكم ويسلم عليه كمان وهو في العربية. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عن اكبر قصر ملكي في العالم لاغنى حاكم دولة في العالم واغنى ملك واغنى سلطان في العالم كله عجبكم. قصر استانا نور الإيمان هنا في العاصمة البرونية بندر سيري باجوان عجبكم؟ تنسوش تعملوا لايك وشير، تابعونا صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، حجاجوفيتش. تابعونا اجمد لايك، اصيع كومنت، واحلى شير عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن حول العالم. كان معكم احمد حجاجوفيتش من العاصمة البرونية بندر سيري باجوان امام القصر السلطاني، وشفنا ازاي السلطان بنفسه كان داخل ودانا تحياته وهو داخل للقصر بتاعه. تنسوش تعملوا، اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانية كتيره جدا. كان معكم احمد حجاجوفيتش، اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.